والشنطة كان باين عليها إنها مرمية من عربية ماشية سريعة جدا. وهنا بدأت رجال الشرطة يحولوا القضية من بحث إلى جريمة. وبعد تفتيش أوسع لقى فريق من عمال النظافة قطعة أرض ورا مصنع مهجور، لقوا جثة. المكان كان فاضي وما كانش فيه حد حواليه، والجيران كلهم ما صدقوش، والبلد كلها كانت واقفة على الخبر. الطبيبة الشرعية أكدت إن في آثار عنف واعتداء جنسي على الجثة، وبعد ما اغتصبها جنسيا قتلها. في ليلة المفروض تكون عادية، واحدة خرجت عشان تدور على شغل وترجع لأمها، وبعد يومين كان السؤال الوحيد في الشارع فين مروة؟ وبعد كام يوم الكلمة دي اتبدلت لصوت واحد حزين، لقوها جثة. القصة دي مش عن أرقام ولا إحصائيات، القصة دي عن إنسان اتسرق منه حق الحياة. السلام عليكم يا سالكين، كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو انزل دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناة واكتب لي كلمة حلوة في الكومنتات تشجعني اكمل، وما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وفلنبدأ. قبل ما نبدأ هنتكلم عن جريمة عنيفة، مش هنفصل او نصف اي مشهد جنسي، هنسرد الوقائع والتحقيق وتأثير الحادث على اهلها والشارع. مروة كانت بنت من اسرة بسيطة عندها 22 سنة، وكانت شقية وبتحاول انها تشتغل وتريح اهلها، وما كانتش طالبة اي رفاهية، وحلمها بسيط انها تدور وتلاقي شغل، ويكون شغل ثابت وتساعد امها وتحاول انها تكمل تعليمها ان امكن. مروة كانت بتمتلك طيبة واضحة في وشها، وكانت دايما بتحلم انها تبدل حال العيلة من طبقة تحت المتوسطة الى حتى متوسطة. واليوم اللي خرجت فيه عشان تدور على شغل كانت متحمسة جدا، وقالت لأمها هرجع قبل المغرب. ودي كانت آخر كلمة قالتها مروة في البيت، وكانت بتضحك ضحكة صغيرة، ودي كانت آخر كلمة سمعتها أمها منها. وقبل ما نكمل إيه اللي حصل تعالوا بينا نرجع قبل الحادثة بيومين. قبل كام يوم كانت بتقلب مروة في الفيسبوك وشافت صفحة بسيطة فيها إعلانات شغل، وظهر إعلان لمكتب تشغيل في منطقة صناعية، وطبعا بعتت له مروة ورد عليها برقم غريب، شخص كلمها على إنه صاحب شغل ووعدها بفرصة شغل ثابتة. مروة فرحت واتبسطت جدا واتفقت معاهم على ميعاد هتروح تقابلهم في المنطقة دي، وهي أصلا ما كانتش متعودة تروح الأماكن دي لوحدها، لكن الحاجة اللي هي محتاجاها كانت قدامها وكان المفروض إنها تسعى ليها. وقدرت الإغراءات اللي وعدها بيها صاحب الشغل ده، وقال لها هديكي مرتب ثابت ومرتب مجزي جدا. كاميرات المراقبة في الطريق كانت مسجلة مشية مروة، والساعة كانت حوالي 4 العصر. خطوات مروة كانت ماشية وهي متحمسة جدا وماشية بخطوات متزنة، وكانت شايلة شنطتها. وبعد دقيقتين من المشي عربية سودة وقفت جنبها، وباب العربية الجانبي اتفتح وشخص نزل من العربية، والكلام كان واضح في كاميرات المراقبة. حد عرض عليها توصيلة أو فرصة للعمل، ولكن الكاميرات مرة واحدة اتقطعت، وده كان آخر مشهد ليها في الشارع. الكلام بعدها اتبدل لمحاضر وبحث، وقرايب مروة كلهم كانوا خايفين عليها. ولما ما رجعتش مروة، الأم راحت قدمت بلاغ في الاسم، وقالت في الاسم أنا بنتي راحت تدور على شغل وما رجعتش. وهنا بدأت رجال الشرطة يدوروا في كاميرات المراقبة ويفحصوا كل الأدلة، وبدأوا يشوفوا المحلات اللي في الشارع ويدوروا في الكاميرات بتاعتهم، وبدأوا يشوفوا شهادات الناس في المنطقة. والبحث استمر لساعات طويلة وأيام متتالية، وفي اليوم الثالث لقوا شنطة مروة مرمية في طرف المنطقة، وكانت الشنطة فيها بطاقة مروة والطرحة بتاعتها، والشنطة كان باين عليها إنها مرمية من عربية ماشية سريعة جدا. وهنا بدأت رجال الشرطة يحولوا القضية من بحث إلى جريمة. وبعد تفتيش أوسع لقى فريق من عمال النظافة قطعة أرض ورا مصنع مهجور، لقوا جثة.
المكان كان فاضي وما كانش فيه حد حواليه، والجيران كلهم ما صدقوش، والبلد كلها كانت واقفة على الخبر. الطبيبة الشرعية أكدت إن في آثار عنف واعتداء جنسي على الجثة، وبعد ما اغتصبها جنسيا قتلها. وتقرير الطب الشرعي ما وصفش الجريمة بالتفصيل، لكن النتيجة كانت واضحة. مروة راحت والراجل استدرجها لاستغلال وغدر. رجال الشرطة جمعوا كل الأدلة، بصمات وكاميرات مراقبة. واحدة من الكاميرات في شارع جانبي أظهرت عربية سوداء كانت واقفة بنفس توقيت مشهد مروة، وشهادة عامل قال إنه شاف عربية بنفس المواصفات كانت ماشية بسرعة في اتجاه المصنع المهجور. وبعد بحث طويل وصلوا لاسم الجاني. التحقيق وصل لاسم علاء، راجل في آخر الثلاثينات شغال في ورشة ومعروف بصلاته المشبوهة. الراجل ده كان معروف بصلاته المشبوهة في الشغل، وكان في شكاوي سابقة ضده، وساعتها الشرطة استدعته للتحقيق. في البداية علاء نفى معرفته بأي حاجة، وكان هادي جدا في كلامه ومتحفظ، ولكن بعد ما واجهوه بكاميرات المراقبة وشهادات الشهود بدأ يتلخبط كده في الرواية، ومرة يقول كنت في شغل ومرة يقول ما كنتش في المكان. وبعد استجواب طويل ومع وجود قرائن مادية بتربطه بالمكان، اعتراف جزئي خرج منه. اعترف انه اخدها في العربية تحت ذريعة الشغل، وان المغزى اتغير لما حصل مقاومة منها، وانه فقد السيطرة على نفسه ومفيش وصف لتصرفاته. لكن الاعتراف اللي قاله كان كافي انه يدخل القضية لمصير جنائي خطير. القضية راحت للمحكمة، وخلال مراجعة أدلة الطب الشرعي وكاميرات المراقبة وشهادات الشهود كانت كلها عناصر ضاغطة. أم مروة وقفت قدام قاعة المحكمة وقالت بصوت مكسور كلمات كسرت قلوب كل اللي موجودين في القاعة، وقالت حاجات في تلخيصها كده أنا مش طالبة غير العدالة لبنتي. وفي النهاية المحكمة حكمت بحكم جديد، حكم كان بيعكس قسوة الجريمة وتأثيرها في المجتمع. الحكم كان بمثابة رد فعل من النظام على جريمة تهز الرأس وتجرح الضمير، على جريمة تهز الرأس وتجرح الضمير. وبناء عليه تم تحويل أوراق علاء إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وبعد مراجعة الأوراق من فضيلة المفتي تم الحكم على علاء بالإعدام شنقا حتى الموت. الخبر خلى الناس تتكلم عن أمان البنات في الشوارع، عن إعلان الوظائف على الإنترنت، وعن إمكانية تضليل البنات وإمكانية احتيال الناس بالمشاريع الكذابة. وأصدقاء مروة والجيران عملوا حملة تعريف عنها، وبدأت مروة اسم بيرن في كل مكان، لكن للأسف الاسم ده بقى مرتبط بالحزن. القصة دي واقعية ما جبتهاش من دماغي وخلاص، مع تغيير أسماء الشخصيات مراعاة لمشاعرهم. وبس كده، أتمنى دلوقتي تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام يا سالكين.